اتفاجأنا الناس اللي بيحبوا اللي بيحبوا الواحد يشتغل ليل ونهار عشان يشيف أرض الحجاز. اتفاجأنا أن أرض الحجاز ذاته بقت تتعمل. يعني سبحان الله، مكة المكرمة، أنا الليلة أصبحت الصباح ده قلبي فوق مكة، المدينة المنورة، بيت المقدس، ومن زمان عندي احتراما وتقديرا للأزهر الشريف، وأي زول قرأ خلوة بيعرف الأزهر الشريف. لكن اتضح الناس في غرب السودان يا هو السكن حقهم خيمة، كوزي، علية، ركوبة، ده السكن حقهم، ما عندهم حوش، مرات النار تاكله، مرات قاعد ده السكن حقهم. مش وقفوا مع ناس البيلة، البيلات والعمارات والدنيا اللي هم اصلا سرقوها من ناس الرواكب، مش وقفوا معاهم. الإغاثة متجه لده المسكين القاعد في طليس ده، والجيش بيضربها وبيضرب الزول اللي جايبين له الإغاثة ذاته، ما كان في إدانة. لكن ديل جماعتنا ديل سووها واضحة. لكن أنا بديك نبذة، السعودية ومصر ما دامت وقفوا ضد القلابة، والقلابة هم نصرة للمسلمين. شوف، ما بتلقاهم مؤدلجين وما عندهم إسلام سياسي. الناس القلابة بتلقاهم ما عندهم إسلام سياسي وما عندهم ارتباطات أيديولوجية، ما أدلجة. لكن مهما جاسفوا بقدرة قادر ما بيستطيعوا بيغلبوا الخيمة، ما بيتنصروا عليها لأي سبب من الأسباب. ودي حاجة أنا مطمئن عليها، والتاريخ ما برحم، وأرجع للكتب. الناس اللي انت بتجاهدهم ديل خروجهم من الجزيرة العربية بإرادة المولى عز وجل. وإذا رجعت التاريخ ورجعت الكتب بتلقى الوقت حان. نحن أرض الحجاز وتقتل عشان نشرب مويه، عشان نلقى حياة كريمة، عشان نلقى طريق نمشي به. من الدولة دي من عرفنا السودان ده لقينا في حاله ما بيتغير، لأنه الطقم الحاكمة اللي هسه هي بتبسبس مع المصريين ومع السعوديين ما عندها حاجة قسما، شيء ما عندهم غير يدخلوا ايدهم ديل في جيوب المساكين. والله ما عندهم حاجة. لكن بإذن المولى عز وجل وبقدرة قادر نصر ما في، وانفصال ما في. والجوطة في الخرطوم دي في رمضان ده بنخلبطها نهائيا. لكن البشر هو البشر. وانا اقول للسيد الفريق محمد حمدان دقلو اتحالف مع اي زول، اتحالف مع اي زول، وهم البقروا بيه الدول اللي عندك انت، اللي هم هسه بقروا بيه الدول عشان الدول تجيف معاهم. ده عندك انت، ما عندهم. هم عندهم شنو؟ عندهم شنو؟ الموارد عندك انت والرجال عندك انت، ما عندك بهم شغله قدام بس. ولا نخشى الا الله. وعودوا الشريط لورا، عودوا الشريط لورا شويه، بتعرف ان الموضوع الاساسي حصل ده ما موضوع عابر. ارجع للتاريخ بتلقى الموضوع ده ما موضوع عابر.